السلام عليكم، ان شاء الله راكم قاع بخير وعلى خير. اي نعم، كاين حاجات في حياتنا تقدر تبدل كل شيء في دقيقه. ماشي مرض، ماشي حادث، بصح نظره. اي نعم، نظره فيها غل وحسد وقلوب ما تحبلكش الخير. عمرك ما حسيت روحك راك طايح بلا سبه؟ الخدمه ما تمشيش، الصحه تدهور، المشاكل تزيد وانت ماك فاهم فيها والو. علاش راه يصرالي كيما هاك؟ يمكن راهو حسد، يمكن راهي دعوة في قلب مغلول. اليوم غادي نحكو على الحسد، ماشي باش نرعبوكم ولا باش نخوفوكم، لا بصح باش نوعيو رواحنا علاش زاد بزاف في وقتنا. واش هي علامات تاعه اللي تحسي روحك بلاكي محسود؟ كيفاش نحمو رواحنا ولادنا؟ خلي قلبك معايا، لان هذا الموضوع يمس كل دار، كل عائلة، كل واحد فينا. وصدقني الحسد ما يرحمش. اول حاجه، الحسد بكل بساطه هو كي يشوف النعمه عند اي واحد يتمنى لها الزوال، يتمنى لها تروح من عنده. ماشي حاجه تعجبك ولا تتمنى تكون عندك، لا، هنا تتمنى الزوال، تتمنى يخسر هذاك الشخص وتتمنى ما يبقاش فرحان بها. الله سبحانه وتعالى قال في سورة الفلق: ومن شر حاسد إذا حسد. هنا يعني راهو الشر، والشر لازم نستعيذ بالله منه. تاني حاجة لازم نفرقوا ما بين الحسد والغيرة والعين. هنا لازم نفرقوا. الغيرة تشوف واحد ناجح تحب تكون كيفه وتغار منه، بصح ما تتمناش يخسر هذيك الحاجة اللي راهي عنده. العين تجي من نظرة إعجاب بلا ذكر الله، ما تقولش ما شاء الله، ما تقولش لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله الله يزيده، لا. هنا العين تجي من نظرة إعجاب بلا ذكر الله. الحسد هنا هذا هو الغدر، وهذا هو الحسد، هو الحاجة اللي واعرة بزاف. والحسد يقولوا له بالغدر الخفي. قلبك ما يتهناش حتى تشوف داك الإنسان خاسر ولا تزول منه النعمة. الحاجة اللي تشوف هنا، علاش الناس تحسد؟ تخمم هكا، تقول براسك، تقول علاش الناس راهي تحسد فيا؟ واش يخلي الواحد يحسدك؟ كاين اللي قلة الإيمان، اللي ما يرضاش بقسمة ربي، قلبه دايما يعمر بالحسد. ولا المقارنة الشديدة، دايما يقارن نفسه، يشوف حياته دايما ناقصة، مقارنة بغينك. الحقد، وبعد الناس كي يكرهوك بزاف، يكرهوا حتى فرحتك، يكرهوا يشوفوا ديك الفرحة وهنا الحسد ما يجيش غير في المال ولا في المناصب. الحسد يجي في الجمال تاعك، اذا كنت شباب بزاف ولا شابه بزاف يحسدوك على داك الجمال. زواجك، اذا كنت انسان متزوج بانسان ذو مناصب عاليه. الاولاد تاعك، نعمه الاولاد، على عقلك، تفكيرك، حتى التوبه تاعك والعباده تاعك. هنايا كاين اللي يحسد حتى في صلاته الفجر اللي ينوضها بكري، على القران اللي يقراه. هذا تاني كاين انسان اللي يحسد داك الانسان على العباده تاعه. نعم، كاينه هادو الاشخاص، والله يعافينا منهم ان شاء الله. مجموعه كبيره من الحسد. كاين الحسد في العائله والمجتمع. هنا هذه هي الحقيقه المره. هنا لازم تعرفوا حاجه، بلي الحسد راهو ماشي غريب علينا، وماشي جاي من ناس بعاد علينا برك. بالعكس، اخطر حسد انا نشوفه هو من اقرب الناس لينا، الناس اللي يضحكوا معانا، ياكلوا معانا، يعيدوا معانا، وقلوبهم تغلي فينا. الحسد في العائله موجود. كاين اخت تحسد اختها لانها تزوجت قبلها، تقول لها علاش هي تزوجت صغيره مني ولا هكا. كاين مرة تحسد سلفتها، تقول علاش راجلها دار لها عرس شباب وانا راجلي ما دار لي والو. كاين ولد يحسد خوه، يقول علاش بابا عاونه في المشروع تاعه هو ماشي خير مني. كاين بنت تحسد امها على الجيل الجديد من الناس اللي يحبوها، تقول ماما راهي دايره اكثر مني. واش نقول لك؟ الحسد يدخل بلا ما نفيقو، ويبدا بابسط الحاجات. حتى في الدين نلقوا واحد يحسد خوه لانه تاب وبدا يلتزم. نعم، التوبه تجي حتى في الدين. ما ننسوش بلي كاين الجيران، وحده تحسد جارتها، هنا تقول عليه راجلها يحبها وهي ما تستاهلش، ما تقولش ما شاء الله. هنا تلقى الجار يشري سياره جديده، يتبعوه الحسد من كل الزوايا. غير كيما سرق ولا شاف طريق الحرام، علاش شرى لوطو، من جابها بدراهم الحرام. ويقعدوا قادرين يهضروا حتى هضره فيه بلي هذه السياره جابها وما كاش عندها دراهم، بالك خون، بالك منا، يديروا الاشاعات. وهذا كاع جاي من الحسد.
يجيك من الزملاء في الخدمة وحده تحسد زميلتها لأنها خدامة محبوبة ويحبوها الناس ويجيها التقدير من الناس. راجل وهنا الكارثة لما الناس اللي تحسدك ما تحبش تبان، تتلبس قناع أنا فرحانت لك، أنا نحب لك الخير، بصح في القلب نار غيظ وسم. وكاين اللي يطور الحسد لسحر ولنميمة للإشاعات. وحدة محسودة على ولادها يدخلوا عندها بعيون مليانة حقد، ويخرج الطفل يمرض يتبدل يولي ما يقرا لهاش ما ينعش. هنا هذا هو اخطر انواع الحسد، انه الحاسد ما يبانش ويتلبس قناع انه فرحان لك بداك الشيء اللي كان عندك ولا اللي نجحت ولا صرات لك حاجه اللي مفرحه، يبين لك ديك الفرحه انك ما تشكش فيه ولو دقيقه. يا جماعه هنا نقول لكم الحسد في المجتمع ولا خطر صامت يهدم كالزلزال. نعم كالزلزال. هنا عندك تأثير الحسد. هنا تأثير الحسد على الحاسد نفسه. كي يكون حاسد راها حياتك تتحول تدريجيا لجحيم. غادي ما تتهناش، دايما تلقى روحك حاقد، دايما تقول علاش هو ماشي انا، تلقى روحك تراقب في غيرك وانت ما عايش حياتك وقادر تكون حياتك احسن منه بألف ألف خير. وما تشكرش ما تحمدش، تبقى دايما غير تشوف الناس اللي حاسدها. وحتى كي تجيك النعمة ما تحش بيها، علاه؟ لأنك مشغول بنعمة غيرك، وكل يوم تزيد تتعب نفسيا صحيا وحتى روحيا. يولي قلبك قاسي، عينك ما تدمعش، نفسك ثقيلة وخاطر يغلي. دايما حاسد. وتأثير الحسد على المحسود. هنا هي المشكلة الكبيرة. المحسود غادي يتضرر خاصة كي يكون ماشي محصن، يولي يمرض بلا ما يفهم السبب. التحاليل تقول كل شيء فيك نورمال، بصح هو راهو يتعذب، يحس بلي حاجة ماهيش فيها نورمال، رزقه يتوقف، كل مشروع يبدا يخسر، يولي مقلق مهموم حزين، يبكي بلا سبة. العلاقة الزوجية هنا تخرب. كان كل شيء تمام، فجأة المشاكل تدخل بلا سبة. الأولاد يتبدلوا، الطفل اللي كان فرحان نشيط ولا كئيب منطوي مريض. هنا كاين علامات الحسد الملموسة، كما التعب المستمر، الكوابيس، فقدان الشهية أو زيادة المفاجئة، الفشل رغم المجهود، العزلة الاجتماعية، الخوف بدون سبب واضح. والأخطر من ذلك المحسود يبدا يشك في الناس، حتى اللي يحبوا الخير، اللي يحبوا له الخير، يولي شكاك خايف موسوس كما نقولوا احنا، ما يثق في حتى واحد، وراه ما يعرفش انه السبب هو الحسد الخفي. انه الانسان المحسود لازم يحصن نفسه باذكار الصباح، اذكار المساء، يقرا المعوذتين هنايا. ودائما نقول باللي حاجه ثالثه اللي مهمه تاني الكتمان. هنا عندنا الكتمان معناتها انه ما تفرغش حياتك كاع في السوشيال ميديا، خبي اسرارك مشاريعك حتى ولادك. كاين عين ضاره احنا ما نشوفوهاش. كي ينجح ولدك ماشي لازم دير لايفات وفيديوهات انه نجح، وانه لان راها النعمه كي تتعرض غادي كي تعرضها غادي تجذب الناس الحسيده. حاجه الرابعه هي الصداقه هي الدرع واقي. تصدق بالنية، اللهم اجعلها وقاية من كل شر. حتى ماشي لازم تكون حاجة كبيرة تصدق بها، حتى بخبزة، يولو كان بخبزة قرعامة، هادو ما قاع ان شاء الله يكونوا واقيين من الحسد. عندك الرقية الشرعية، إذا كانت الحالة متفاق ما عندك، علاش لا ما نروحوش للرقية الشرعية؟ قادر ترقي نفسك بنفسك، ماشي لازم يكون كاين شيخ ولا انه تحسن نفسك. دائما كما قلنا قراءة القرآن، هذا الشيء يساعد بزاف من العين الحاسدة. كيفاش غادي تتعامل مع الانسان اللي يكون حاسدك؟ هنا نحكوا على نقطه حساسه، لانه الحاسد ما غاديش يقول لك انني نغار منك، انني حاسدك، انا هذه لابد منها. الحاسد دائما غادي يلبس داك القناع، ممكن يضحك لك، يمدحك، يمد يده، وبصح قلبه راه النار يغلي. المهم هنا كي تفيق باللي راك محسود، واش غادي دير؟ هنا عندك تواجهه، ما غاديش تواجهه بالحسد، باينه هذه مواجهه الحاسد، انك غادي تجيب لك مشاكل كبار، غادي عندها تقولها انت راك حاسدني وراني شاك فيك، هذه من المستحيل. غادي يزيد يحقد عليك، يتحول للعدوان،
يولي يضرك بطرق خبيثة أكثر. هنا خليه تجهله، وانت يكون على بالك بداك الأمر عامله بذكاء بهدوء. هنا احفظ اسرار تاعك، ما تحكيش بزاف. حتى لو حسيت واحد قريب منك دير له حدود. النية ملاح، بصح الحذر احسن. هنا تعامل بالاحسان وخلي ربي هو اللي يتكفل بيه. كي يجيك الحاسد قابل شره بالخير، بدل الشر بالخير. بالك يتبدل، بالك القلب يلين. راهي مش ضعف، راهي عبادة. كما ربي يقول ادفع بالتي هي احسن. هنا صدقني انه الحاسد كي يلقى روحك ماشي متأثرة وديما مرتاح، غادي يتحرك في صمت، غادي يزيد يتحرك ولكن في صمت. هنا زيد التحصين، هنا زيد في الأذكار، في الدعاء، في الرقية، خاصة كي تبدأ تحس بشكوك، كوابيس، صداع، قلق، تزيد. وهنا فيه خلاصة القول، غادي نقولوا الحسد ماشي خرافة، راهو مرض حقيقي، والوقاية منه واجبة على كل واحد فينا. كونوا يقظين، خبيوا النعمة اللي ربي مدها لكم. مش يعني نقولك نعمتك ما تبانش عليك، ولكن كاين ناس حاسدة. ردوا بالكم، ولا ما تنساوش انه القلوب النظيفة هي القلوب القوية. واللي ما يحسدش ربي يبارك له ويزيد له ويعيش مرتاح بلا سم ولا نار. هنا ما تنساونيش كما قلت لكم في التعليق اشتراك، وديروا لي السجل المهم. يعني درت على حسب التعليق اللي قلتوا لي تاع الحسد، راني درته وان شاء الله يكون ينال اعجابكم.